يا هلا والله مرحبا، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ كي دايرين؟ الله يبارك فيكم. معكم اخوكم عبد الهادي الشمري من الكويت. حبيت نقول لكم إني ان شاء الله اني غادي نساعدكم وغادي نعاونكم في ارشادكم لما هي الاوراق المطلوبه للزواج المختلط، الزواج الاجانب. طبعا انا متخصص في زواج الكويت والمغرب، يعني اذا مثلا سيد كويتي مثلا خطب سيده مغربيه يهدر معي في الواتساب ولا هي تهدر معي في الواتساب، وان شاء الله اني غادي نعاونكم وغادي نعاونك اختي. غير هدري معي في الواتساب وان شاء الله يعني نعلمك شنو هي الاشتراطات المطلوبه لزواج الاجانب داخل المملكه المغربيه، وكذلك عن كيفيه استخراج شهاده الكفاءه لزواج الاجانب. المهم بلا ما تخممين هدري معايا وانا ان شاء الله غادي نعاونكم انت والخطيب ديالك. نقول لكم كيفاش تخرجونها وكيفاش تستخرجون الموافقة من السلطات الكويتية، وكذلك أين السفارة الكويتية وما هي اشتراطات السفارة الكويتية. يعني إن شاء الله يعني بإذن الله كما أنا دزت علي هذه التجربة، لأن أنا متزوج يعني الحمد لله من سيدة فاضلة من المغرب، والحمد لله راني بوليداتي اللهم لك الحمد، وكانت يعني تجربة مزيانة اللهم لك الحمد. والمهم الله يديم المحبة بيننا وبينكم، ويديم المحبة بيننا وبين وليداتنا، ونتمنى لكم كذلك حتى انتم وليدات، والله يرزقكم الصحة والسلامة والوليدات يا رب يا كريم. المهم أي سيد كويتي أو سيدة مغربية حاصلين باستخراج هذه الأوراق، غير بلا ما تخممون هدروا معايا، وإن شاء الله غادي نعاونكم وغادي نرشدكم، وإن شاء الله نكون سبب في السعادة ديالكم. تحياتي، كان معكم من الكويتي عبد الهادي الشمري، ومرحبا بكم.